يعرفوا مين الطائفه الاقوى. ساعتها بيطلع هديه للجانج، واول لما جانج بيشوفها بيتفاجئ وبيقول زهره اللوتس الثلجيه، وبنعرف وقتها انه كان بيدور عليها لانه محتاجها في التركيبات اللي بيعملها زي حبوب الطاقه كده. هنا وانج بيخرج التميمه دي وبيقول له دي زي كارت الدخول للمزاد اللي هيتعمل هنا، فايه رايك يا معلم تيجي معايا؟ وبالفعل جانج بيقول له تمام يا باشا. المهم تاني يوم بيتجهوا ناحيه المزاد، ولكن وفي طريقهم بيشوف الخمس بنات اللي كانوا معاها قبل كده، فساعتها بيستخبى منهم بس، وفي اثناء كده بيعدي شخص غريب وبيخبط فيه، وهنا جانج بيحس من ناحيته بشعور غريب. المهم بعد كده بيتجه بصحبة المبنى المزاد، واللي بيكون أكبر من المتوقع بيدخلوا لإحدى الغرف بالفعل، وبيشوفوا ساعتها الختم السحري اللي هيزايدوا من خلاله، وده لأن المزادات المهمة بيكون فيها المزايدين كل واحد فيهم في مكان مختلف. بيبدأ المزاد بالفعل، وأول قطعة بيتم عرضها هي جلد الخنزير الجليدي، وده كائن نادر جدا في العالم بتاعهم يا صديقي. المهم كل واحد بيزايد بمبلغ مختلف، وانج مصدوم من شوية الحماير اللي معاهم فلوس مش عارفين يودوها فين. بس ساعتها جانج بيقول له احنا مش هنزود ولا ايه، بيقول له زايد ب 12 حجر من احجار النار، ولكن ساعتها مزيد تاني بيزيد ب 13 حجر، والتالت بيزيد ب 17. هنا جانج بيقول لوانج انه يزايد ب 20، حرفيا مش قادر ينطق الرقم. اما بقى مشرفه المزاد بتكون متشككه على الاخر من كميه المزايده على اول قطعه، بس المهم محدش بيزيد على جانج، وعشان كده بياخدها على الجاهز. هنا بيروح يدفع الفلوس وبياخدها وقتي، ووانج بيكون في قمه الانشكاح، وبالفعل ما بيعديش وقت كتير وبيكون جانج اشترى كل قطع المزاد حرفيا، ووانج هيموت ويعرف هو جاب الفلوس دي كلها منين. هنا بتتكلم المشرفه وبتقول ان وقت المزاد قرب على الانتهاء، وعلشان كده هيعرضوا دلوقتي اهم قطعه عندهم. وبالفعل بيقول احد المشرفين جه وقت عرض اندر كنز في المزاد، واللي هو كنز شوي هنا، ووانج بيسال جانج عنها، فبيقول له ان الاداه دي تقدر تخلي صاحبها يتحكم في عقول الناس، علشان كده ما تستغربش من الناس اللي جايه مخصوص علشانها. المهم جانج بيخزن الحاجات اللي اشتراها وبيقول لونج احنا مش محتاجين حاجه تاني، يلا بينا. بس ساعتها نفس الراجل اللي خبط جانج قبل كده بيقول المشرفه ادي الكنز الاخير لجانج بنص الثمن، وبالفعل المشرفه بتنادي في المايك وبتقول ان الكنز هيكون بنص السعر لاكتر حد زايد النهارده، واللي هو طبعا جانج. وبالفعل جانج بيستغل الفرصه وبيروح يشتري الكنز، بس بعد كده بنشوف نفس الراجل الغريب بيقول ان الطعم دخل الشبكه. المهم بعدها بتبدا المسابقات وبتجمع فيها كل الطوائف. هنا جانج بيحس ان في حد عايز يقتله، ولسه هيبص جنبه بيلاقيهم الخمس بنات، بس وقتها بيجي 2 سحري عملاق وبيهجم على المكان، ولكن تلاميذ الطوائف الاكبر بيصدوا، وساعتها بيظهر تلاميذ عشيره القمر الاحمر وشكلهم كده مش جايين في خير يا صديقي. وقتها الزعيم الاكبر بيتعصب ويحاول يفجر الحلبه بالكامل، ولكن زعيمهم بيمتص الهجوم بكل سهوله. هنا الزعيم الاكبر بيقول له انتم مش مرحب بكم هنا. بس زعيم عشيره القمر واللي اسمه هوانج بالمناسبه بيقول احنا جايين نشارك زي اي طائفه تانية في المسابقه، ولا انتوا خايفين مننا ولا ايه؟ المهم بيحاول يستفز في باقي الطوائف. ساعتها الزعماء التانيين بيوافقوا على انضمامهم للمسابقه، وعشان كده بيقوم الزعيم الاكبر وبيقول لكل الموجودين ان عشيره القمر هتنضم للمسابقه، ولكن ما تقلقوش احنا هنحرص على ان المسابقه دي تكون عادله لكل الناس وخاصه عشيره القمر. ساعتها بيقول له بس كده من عيوني ايه الميزه، ساب النزال بتاعه هقطع ايديه ورجليه الاثنين. وبالفعل الحكم بيعلن بدء المسابقه، ولكن ساعتها بتدخل حلبه واحده من عشيره القمر وبتقول انا اللي هبدا الاول، فهل فيكم حد يقدر يواجهني ولا كلكم شويه جبنه؟ وقتها بنشوف كل تلاميذ الطوائف متعصبين منها، بس ساعتها بيدخل الواد ده وبيقول لها انا اللي هواجهك، وفعلا الواد بيهجم عليها ولكن البنت بتهزمه بضربه واحده. هنا الحكم بيعلن فوزها في النزال، وساعتها بيقول في نفسه ان تلاميذ عشيره القمر شكلهم اقوياء، ولكن مجيئهم هنا في الوقت ده وراء النار. المهم بعدها بيبدا النزال اللي بعده، واللي عباره عن مواجهه في العزف ما بين عشيره القمر وطائفه جانج، وتحديدا سي وتشوي. وفي الاخر عشيره القمر بتكسب باكتساح، بيعدي الوقت بسرعه، وطائفه التال الابيض كانوا متقدمين عن باقي الطوائف. وفعلا بعدها بنشوف ونجو الوحيدين قاعدين بيتعشوا مع باقي زعماء الطوائف، ولكن ساعتها بيجي زعيم عشيره القمر ونجو بيستفز الكل وتحديدا الزعيم الاكبر، وفي الاخر كلهم بيتخانقوا مع بعض. المهم بعد كده بيتواجه الواد اللي كان بيضربه مع واحد من عشيره القمر، واللي بيكون عباره عن جمشه رانجو قدام باقي التلاميذ. ساعتها كان قاعد بيشاهد النزال وبيعرف ان بتاع عشيره القمر محترف في اللعبه، وبالفعل بيقوم اللي كان دربه جانج وبيعلن استسلامه، وساعتها بيقول للواد التاني ده انه استمتع بمواجهته وناوي انه يكررها، وبعدها بيروح يتاسف لجانج انه خسر، ولكن جانج بيقول له مش هتبطل يعاد بقى وتتفرج على النزال بتاعي. وبالفعل بيكون النزال اللي بعده من نصيب جانج ضد الواد اللي فاز على يو، بيحيوا بعضهم وبيبدا النزال، وساعتها الواد التاني واللي اسمه جو بيكسر لوحه الشطرنج بيقول لهم معلش انا اسف، وهنا بيقوم الحكم يجيب واحده غيرها، ولكن جانج بيقول المنافس من الاول عايز يلعب شطرنج اعمى، وفعلا جو بيقول له حلو قوي انك فهمتني بالسرعه دي، وده يا صديقي عباره عن نزال شطرنج ولكنه بدون مجسمات، يعني باختصار شديد هيحفظوا في دماغهم اماكن الورق بالتفصيل، واللي ذاكرته اقوى هو الكسبان. بيبدا النزال بالفعل، والحكم كان قاعد بيسجل كل تحركاتهم، وساعتها بيكون الزعماء قاعدين بيتفرجوا على النزال، وهنا بيعمل هوانج مخطط سحري للمباراه بتاعتهم، وبيلاقي ان جانج متمرس في لعبه، فبيسال تشينج عن اسمه، فتشنج بيقول له ده احد تلاميذنا المتفوقين واسمه جانج.
هنا هوانج بيلاحظ عدم انبعاث اي سحر من جانج اكنه في حاله جوجيتسو، فبيقول له تشينج ان جانج بيتدرب على فنون قتال مختلفه وده اللي يميزه عن باقي التلاميذ. ساعتها بيقول هوانج في نفسه ان الشاب ده مثير للاهتمام. نرجع بقى للجانج والنزال الغريب ده، وبيقول الولدين دول ان شكل جو هيخسر، بس بتقوم البنت دي وبتزعق فيهم وبتقول انه مستحيل جو يخسر على ايد الحساله ده. وساعتها بيقف وبيقول لها محدش حساله غيرك، وهبوا الاتنين بيرفعوا الاسلحه على بعض بس في الاخر بيهدوا. وهنا الحكم بيعلن فوز جانج الساحق على جو. وقتها التلاميذ بيفرحوا وبيهتفوا لجانج، وبعدها الزعيم الاكبر بيديله جايزه افضل لاعب شطرنج. بس وفي اثناء خروج جانج مع الزعيم بيقابله الزعيم بين، وهنا النظام بيقول لجانج ان الزعيم بين له علاقه بمنظمه الشوري اللي بتدور عليه. وقتها بيقول له بين انا ما كنتش اعرف ان طائفه التال الابيض عندها لاعب محترف زيك، وعلشان كده ايه رايك تعلمني. بس جانج بيردو بيقول له انه بيحب يتعلم اللعبه لوحده وما بيعرفش يعلم حد تاني، فبيشكره وبيسيبه وبيمشي. ساعتها بيقول له تشينج انت مجنون يا ابني ولا ايه؟ ازاي بترفض عرض زي ده؟ ده كان هيخلي علاقتك كويسه معاه. هنا جانج بيرد عليه وبيقول له انا مش مهتم من الاساس اصلا. بعد كده بنشوفه ماشي وبيقول في نفسه ايه علاقه زعيم طائفه زي بمنظمه اجراميه زي منظمه الشوري؟ فجأة بتيجي البنت اللي كانت بتتخانق مع وانج قبل كده وبترفع على جنك السلاح، وبيتضح ان اسم البنت دي تنج. بتقول له هو انت قدرت تكسب زوجي ازاي؟ وايه الحيله اللي انت استعملتها؟ هتنطق ولا سم وخلص؟ ساعتها جنك بيصرخ بقى على صوت وبيقول تنج من عشيره القمر عايزه تقتلني. هنا تنج بتقول له انت بتستنجد بحد ينقذك مني ولا ايه؟ بس جنك بيقول لها اكيد كذا حد سمعني دلوقتي ولو قتلتني مش هتعرفي تهربي من الحكم. وقتها البنت بتتعصب وبتسيبه وبتمشي. وساعتها بيجي باقي الزعماء وبيسألوا عن اللي حصل، فبيقول لهم ان البنت المجنونة دي بتقول لي انت غشيت ازاي ولو انا ما اتكلمتش هتقتلني. هنا هو بيقول انها عيلة عصبية وما قتلتش فرخة حتى قبل كده. وقتها بيوصلوا باقي الزعماء، فبيقول له يا عم خلاص انا اسف بالنيابة عنها، وبعد كده بيسيبهم وبيمشي. هنا بيقول لهم الزعيم الاكبر ان المواجهة جاية على وشك البدء، وبالفعل بيتجهوا للحلبة وبيكون نزال ضد التنج المجنونة. الحكم بيعلم بدء النزال، وساعتها وانج بيبادر بالهجوم ولكن البنت بتصده بالسيف وبتهاجمه وفجأة بتحاول تجمده، بس وانج بيكسر التلج وبيهجم عليها، وفجأة السيف بيتقسم لكذا حتة وبيضرب البنت. هنا هو بيقول في نفسه هو مين الجامد اللي صنع السيف ده؟ وفي أثناء القتال بنلاحظ الراجل غريب دوت ماشي وسط التلاميذ وكان في سلاح في ايده وشكله كده ناوي على حاجة. نرجع بقى لقتال وانج من تاني اللي بيضرب البنت بصعقة عادية بيجيب أجلها وبيكسب النزال. ساعتها بنلاحظ الراجل الغريب ده من تاني واللي بيوجه السلاح ناحية وانج وعايز يغتاله، ولكن الحكم بيكون واقف قصاده فعشان كده بيقرر يغتال جانج بداله. ولكن وقتها البنات بيجوا جنب جانج بس الراجل مش بيتراجع وبيضرب السهم على سي. هنا جانج بيحس بالسهم جاي عليه وبيقول في نفسه اول لما السهم يقرب امسكه بسرعتي الخاطفة بدون ما حد يلاحظ. ولكن ساعتها بيلاقي سي واقف ما بينه وما بين السهم وهوبا بيقرر ياخد الضربة مكانها، وساعتها تسيب تصرخ عليه وبيلاحظ الزعماء والتلاميذ وهو غرقان في دمائه. هنا بتفقد الوعي وبتيجي عشان تعرف مين اللي هاجمه، ولكن ساعتها بيجي وبيخرج السهم من جسم جانج وبيتصدم، وده لأن السهم بينتمي لعشيرة القمر. وقتها باقي الطوائف بتتقلب على عشيرة القمر وبيهاجموها، وحرفيا المدعكة بتبدأ وجيانج بيكون عامل نفسه فاقد الوعي. نفسي أعرف المجنون ده بيفكر إزاي. نرجع لوانج ويا عين على وانج، الواد عامل شغل عال العال وقايم بنص العيال لوحده. هنا جانج بيقول في نفسه بتعمل ايه؟ يخرب بيتك. وفي نفس الوقت ده بيجي وبيهاجم البنت، وساعتها بيدخل وانج لحمايتها بس تشينجو وباقي الزعماء مش بيسمعوا له وبيهجموا عليه، ولكن وانج بيصد هجومهم بالكامل لوحده. لا عاش يا ابني والله، بيقول لهم وقفوا المهزله ديت يا شويه مغفلين في سوء تفاهم في الموضوع. بس وقتها بتدخل الزعيم الاكبر وبيقول له كانت غلطه ان احنا نستضيفك هنا من البدايه. وساعتها هوانج بيتعصب والاتنين بيجهزوا للقتال، وهوبا المكان مش بيستحمل قوتهم من قبل ما يبدا القتال والحلبه بتتدمر. نرجع بقى لجانج اللي بيقول لنفسه لو ما قمت دلوقتي فالامور هتسوء اكتر من كده، وبالفعل بيمثل التعب وبيقول لسي هو ايه اللي حصل هنا؟ لا جدع يا ابني والله. هنا سيب تقول لهم ان جانج فاق والكل بيهدأ، وساعتها بيجي تشينج يطمن عليه، بس بتيجي شين هان وبضرب تشينجو وبتحضن جانج، وكمان بتيجي هي التانية وتحضنه. ما تسيبوا الواد في حاله يا جدعان. المهم بيجي الزعيم الأكبر وبيقول له ألف سلامة يا بطل، ما تعرفش مين اللي هاجمك. بس هنا بيقول التشنج الاتنين تلاميذ ياخدوا الغرفة بتاعته عشان يتعالج. وفي نفس الوقت بنشوف الراجل اللي حاول يغتال جانج بيحاول يهرب، ولكن بيقول له وانج مش بالسهولة دي، وفعلا بيمسكه قبل ما يهرب. هنا بيجي الزعيم الأكبر وبيقول له انت هتقدر، هتجاوبني على كل أسئلتي حالا ودلوقتي. بس هو بيقول له هجاوبك على كل حاجة كمان شوية. نرجع بقى اللي قاعد بيستجوب. هنا الواد بيقوم وبيقول له انا قدرت انجو بسبب الدرع ده اللي جبته من المزاد قبل كده. وقتها بيبص كده على الدرع وبيقول له انت لابس درع كمان امهم على قلبك من ناحيتين.
فبيقول له يا عم هو انا كاسب حياتي في كيس شيبسي اهو نفعني النهارده، لولا كان زماني ميت بسبب السم على الاقل. بس بنلاحظ ان شاكك فيه على غير العاده، وبيقول له انت حريص وحذر زياده عن اللزوم عن التلميذ العادي. هو انت من العالم ده؟ هنا بينفي كلامه وبيقول له يا عم انا والله زيك انسان والحاجات دي صدف مش اكتر. نرجع بقى لوانج اللي فشخ الراجل يا عيني، وبيعرف منه ان في حد اداله فلوس عشان يقتل اي تلميذ منهم ويخلي الطوائف تحارب بعضها، فبيعرفوا ان في حد بيسعى لاشعال حرب ما بين الطوائف. المهم بعدها بنشوف بياكل وبيروح يديله الكتاب ده عشان يتدرب، وبعد كده بنشوفه واقف مع هوانج والزعيم الاكبر بيقولوا له ان اللي حاول يغتالك ما كانش الا بايدك في ايد حد اكبر منه، وعشان كده في الاخر بيقرروا ان هم يحققوا في الموضوع بدون علم حد تاني. بعد كده بنشوف بيتجول في المدينه وبيلاحظ البنت دي عماله تراقبه، فبيقرر يستدرجها لشارع جانبي، وبالفعل بيمسكها وبيسالها هي ليه بتراقبه، ولكن البنت بتطلع هبله كده وبتكون معجبه بيه مش اكتر، وفي الاخر بيسيبها وبيمشي، بس البنت برضه بترجع تراقبه. المهم بيروح للزعيم الاكبر ووانج وبيسالهم عن الزعيم بينو، وبيقول لهم شكل بين كده له علاقه بمنظمه الشوري، لان المنظمه دي حاولت تغتالني قبل كده، وزي ما الكل عارف ان منظمه الشوري هدفهم يحكموا البلاد، وده مش هيحصل الا لو حصلت حرب داخليه ما بين الطوائف، وعشان كده احنا محتاجين عقل مدبر من الداخل، واكتر حد مناسب ليهم كان بين. هنا بتعصب وبيقول بكره هجيب الكلب ده عشان استجوبه. المهم بيقول لهم عن اللي هيقوله بكره للتلاميذ عشان المشكله اللي حصلت، وبالفعل تاني يوم بنشوف الزعيم الاكبر وبيقول بعد ما اتحررنا في الموضوع وعرفنا ان اللي حصل سوء فهم من الاول، وساعتها الطلاب كلهم بيتفاجئوا. هنا بيقول له هو سمعني كده تاني يا اخي، ده انت راجل مستفز. المهم بيكمل الزعيم الاكبر وبيقول ان جنك بخير بسبب الدرع اللي انا اديته له قبل كده، وفي الاخر التلاميذ بيشربوا الحوار. بعد كده بقى بنشوف بتجول في الغابه وبيلاقي الخمس بنات بيراقبوه بيقفشوا، وبيعرف ان هم عايزين يساعدهم في اخطام سحريه، فبيقول لهم الفصل الثالث بيقول ان التلميذ لازم يتعلم بالاعتماد على نفسه، وعشان كده انا مش هساعد حد، وبيسيبهم وبيمشي. بعدها بيجي له وانج وبيقول له ان ذلك جاي ضد جو وانا حاسس اني مش هقدر اكسبه، فساعتها جانج بيديله الحبايه دي وبيقول له دي هتزود من قوتك بس انت لسه مش جاهز عشان تاكلها، ولكن وانج بقرر ياخدها رغم التحذير. وبالفعل تاني يوم بنشوف مجموعه بتهتف لوانج ومجموعه تانيه بتهتف لجو، بيقول له جو انا مش مصدق انت ازاي قدرت تكسب قبل كده في وانج، بيرد عليه وبيقول له هكسبك انت كمان دلوقتي. وبالفعل بيحكوا بعضهم وبيبدا القتال، العيال بتهجم على بعض والنزال متكافئ لا بعد الحدود. وهنا وانج بيقف وبيحس بتعب في جسمه، بيقول له جو انت هتندم عشان قللت مني قبل كده، وهبقوا الاتنين بيهاجموا على بعض والحلبه بتدمر من قوته، وبصراحه كده النزال كان صعب على الطرفين والحلبه حرفيا بتتدمر بالكامل، وفي الاخر اللي بيكسب النزال هو وانج، وده طبعا بفضله. بعد كده بيروحوا لجينك في غرفته وبيجي كمان الزعيم الاكبر، وبيعرفوا ان هم بعتوا حد يتحرى عن الراجل اللي حاول يغتاله قبل كده، وشكل كده في حاجه بتتعمل في الخفاء. بعد كده بيتجه بصحبة التنجي للمدينة اللي فيها منظمة الشوري، وده بأمر من إن الزعيم هوانج، ولكن وفي أثناء الطريقة تنج بتهدد حياة جيانج بالقتل أكتر من مرة، وعشان كده بيكتب رسالة للزعيم هوانج واللي بتضح إنه والدها من الأساس. ساعتها البنت بتقول له خلاص خلاص ما تبعتهاش، فبيقولها جيانج في المقابلة أنا عندي شرطين، أولهم تسمعي كلامي طول المهمة، والتاني إنك تبعدي عن السيف ده، وبالفعل البنت بتوافق. وفي نفس الوقت ده كان الخمس بنات رجوا للطائفة من تاني بيحكوا للمعلمة جي عن كل اللي حصل وعن محاولة اغتيال جيانج، وبسبب كده توقفت المسابقات لفترة من الزمن. نرجع بقى لجيانج اللي بيوصل للمدينة بصحبة البنت تينج، بيتجول هناك شوية لحد ما بيلاقي الشخص ده وبيسأل عن العصابة اللي هنا، فبيقول له ما تقلقش من كام يوم كده جم 2 وده من العلقة التمام ويكومان طردوهم من المدينة. بنرجع بقى فلاش باك للي حصل، وبيتضح ان الاتنين دول هم لين والبنت اللي معاه، واللي بيكونوا جم مكسروهم المكان عليهم وطردوهم من المدينة. وبيقول لين للناس المدينة من النهاردة في حماية الحد، ما نخلص من الكلاب دول. نرجع بقى للحاضر والراجل بيقول لجيانج تعالوا ندور على فندق ونبات فيه قبل ما يحل علينا الليل. وفي اثناء الليل بيروح جيانج يستكشف مكان المنظمة، ولكنه بيلاقي الحارسين السحرين دول بيحرسوا المكان، فبيتيجي بعدها ناحية لين والبنت اللي معاه بيسألوا عن اللي حصل الفترة اللي فاتت في المدينة، وطبعا أفراد منظمة الشوري اختفوا فين، فبيقولوا لين إن في حاجة بتتدبر من المنظمة دي في الخفاء لأنهم هربوا من المدينة قبل ما احنا نيجي بيام، وساعتها مليناش غير حسابة صغيرة كده قاعدة مكانهم. ولكن الأهم إن أفراد المنظمة دي بياخدوا الأوامر من البلاط الملكي، وده بدون علم الكسر الملكي طبعا. وزي ما أنت عارف يا جانج إن الدولة فيها 24 ولاية منفصلة تحت حكم الملك، ولكن منظمة الشوري قدرت تدير 12 ولاية منهم في الخفاء. هنا بيشكروا جانج على المعلومات الجيمة ديات وبيسيبوه وبيمشي، وتاني يوم بيروح لتناجي عشان تبعت رسالة للزعيم هوانجو والزعيم الأكبر. وفعلا الزعيم بيرد على الرسالة وبيتقابلوا في أهل أحد التلال، بيقولهم جانج على كل اللي حصل وعن المعلومات اللي قدر يعرفها من لين. هنا الزعيمين بينصدموا لما بيعرفوا إن البلاط الملكي لقيت في الموضوع،
وفي نفس الوقت ده بنشوف المسؤول عن البلاط الملكي بيروح للشخص ده واللي بيطلب منه يبدأ في توسيع المنظمة وتكبير نفوذها في أسرع وقت علشان ممكن يتم كشف مخططاته من الجسر الملك في أي لحظة. فبيقول له مسؤول البلاط الملك إنه عايز يخلص من كام حد كده بيعيقوا مخططاته، وفعلا الراجل التاني بيوافق على طلبه. نرجع بقى لجيانج اللي بيسأله هوانج هو جاب المعلومات دي منين، فبيرد جيانج بإن في صديق ليه هو اللي قاله ساعتها. بيقول له هوانج تمام، بيقول له أنت ممكن تحتاج السلاح ده لأنه بيساعد على الاختفاء والتنقل بسرعة، حتى أنا نفسي ما أقدرش أشوفك لو أنت بتستخدمه. وبالفعل جيانج بياخد السلاح وبيمشي من المكان، وبعدها الزعيم الأكبر بيسأل هوانج عن هدفه من الجاي، فبيقول له هوانج ما تقلقش، أنا بعطي ناس تتحرر عن الموضوع أكتر من كده، وده لأن لو كلام جيانج طلع صح نقدر نوقف المنظمة دي عند حدها. نرجع بقى لجينج اللي بيكون منشكح بسبب السلاح اللي ادهوله وانج، وده علشان بيساعده على الطيران بسهولة والوقت طويل المهم. يعني بيرجع للطائفة وبتكون في انتظاره بنت الزعيم تشينج واللي بتطمن عليه بعد ما عرفت انه اتعرض للاغتيال. بس جانج بيهرب منها وبقولها يا ستي سيبين انا كويس والله. هنا بيديها الصندوق ده وبيقولها توصلوا للزعيمة تشينج، وفعلا البنت بتاخد الصندوق منه تاني يوم. بقى بيشتعل حريق في المدينة. شوفوا ايه اللي بيحصل، وبيكون معاهم المحارب اللي انقذ لين قبل كده بس، وفجأة بيجوا القتلة دول عشان يقتلوا لين واللي معاه. وهنا واحد منهم بيضرب لين والبنت وبيروح عشان يطعنها بالسيف ويخلص عليها، ولكن وفجأة بيجي جو وبيبعته للمريخ اللي بعده يهناه يساعده. بيجي بقى اصحاب جو بيخلصوا على القتلة واحد ورا التاني. هنا لين بيتخيل جو كأنه جانج وبعدها بيفقد الوعي على طول. وفي نفس الوقت ده بنشوف جانج قاعد مع الزعيم تشينج اللي بيجيله رسالة باللي حصل في المدينة وان هو بعت تلاميذه خلصوا الموضوع بس. وفي نفس تلك اللحظة بنشوف البنت دي بتهجم على الواد دوت وعايزة تقتله، وهنا بيروح تلميذ للزعيم وبيقول له حفيدتك راحت تقتل خطيبها. وبنعرف من جانج ان قبل كده كانت في مشاكل ما بين حفيدة الزعيم وخطيبها، وعشان كده في يوم راح التلاميذ لبيت خطيبها واللي اسمه شو وولعوا في البيت بتاعه بالكامل. وساعتها جه شو وهو متعصب على الاخر وكان عايز يقتل الزعيم تشينج. المهم في الوقت ده بنشوف الزعيم هوانج والزعيم الاكبر واقفين قدام طائفة التل الابيض وبيقول ده هجوم ما قبل العاصفة. فبيرد عليه الزعيم الاكبر بانهم مستعدين. ساعتها بيبعت جانج رسالة مع الطائر ده واللي بتوصل لشخص غريب في الغابة، واللي اول لما بيشوفها بيقول اخيرا احنا هنتسلى شوية. وبس كده بيكون خلص القلمي بتاعنا النهاردة. فلو عجبك يا صديقي قول لي تحت في التعليقات، ومتنساش تصلي على النبي.